السلام عليكم واهلا بيكم في قناة كروشيه كافيه. لو بتعرفي تعملي دائرة بغرزة الحشو وبتعمليها بتركيز بدون اخطاء وباعداد صحيحة، كده انت ضمنتي انك تعرفي تطبقي اي شغل اميجرومي اللي هو العرائس او الالعاب بالكروشيه. فتابعوا معايا وركزوا في كل الخطوات الاساسية والنصائح اللي هقولها، وانا اضمن لك انه بعدها الاميجرومي هيبقى لعبتك المفضلة في الكروشيه. لعمل عرائس الاميجرومي تقدري تستخدمي اي نوعيه خيوط موجوده عندك. طبعا بشكل عام بنفضل انه نستخدم الخيوط القطن، بس لو انت مش متوفر عندك غير الخيوط الصوف العاديه فاشتغلي بيها واعملي بيها العرايس وكل حاجه مفيش مشكله. الحاجه التانية كمان انه دايما بنستخدم ابره كروشيه اصغر من المعتاد، يعني مثلا لو الخيط اللي عندك غالبا بتشتغلي بيه مع ابره 4 او 5 مللي، لا في الاميجرومي فهتصغري الابره هتخليها 2 او 3 مللي عشان الشغل يبقى متماسك ومضموم ومفيش فيه اي فراغات واضحه. بس طبعا لو انت لسه بادئه تتعلمي الدائره بغرزه الحشو فهتتبعي نفس النصيحه اللي دايما بقولها للمبتدئين في الكروشيه بشكل عام، هو ان انت تستخدمي خيط صوف يكون متوسط مع ابره كروشيه مقاس 4 او 5 مللي، فما تحاوليش ان انت تستخدمي خيط قطن رفيع او ابره كروشيه بمقاس صغير. نبدا شغلنا بعمل الدائره السحريه، او ممكن كمان نشتغل بطريقه الاتنين سلسله، وكل ده انا شرحته بالتفصيل في فيديوهات المبتدئين. نرتفع بسلسلة واحدة للتثبيت، وداخل الحلقة دي غالبا بنشتغل 6 غرز حشو، او ممكن 8 او ممكن 10 ممكن 12 على حسب ما التصميم بيطلب منك. وطبعا نخلي بالنا ان الرقم اللي احنا هنبدأ بيه هو ده الرقم اللي هيستمر معانا في التزايد، فانا هنا هشتغل 6 غرز حشو، التزايد اللي بعده هيبقوا 12، التزايد اللي بعده هيبقوا 18، اللي بعده 24 وهكذا. لو انا بدأت ب 8 فالتزايد اللي بعده هيبقى 16، التزايد اللي بعده 24 وهكذا. بعد ما ارتفعت بسلسلة همر داخل الحلقة وهشتغل اول غرزة حشو. وطبعا اساسي معايا علامة الغرز، او لو دي مش متوفرة عندك ممكن تستخدمي اي دبوس او بنسة او اي حاجة. المهم اساسي معانا ان انت دايما بتعلمي اول غرزة في بداية الراوند. بمر اسفل حلقتين حرف الفي للغرزة وبعلم هنا، دي عندي اول غرزة في بداية الراوند، الغرزة رقم 1، ونركز في الاعداد. داخل الحلقة 2، داخل الحلقة 3، 4. خلصت ال6 غرز حشو ببدأ انه اسحب الخيط واقفل الدائرة. ده كده راوند رقم 1. راوند رقم 2 بنفس تسلسل كروشيه الدائرة هيبقى تزايد في كل الغرز، يعني ال6 دول هيزيدوا 6 كمان، فهيبقى راوند رقم 2 12 غرزة. فهبدأ اشيل العلامة عند اول غرزة حشو وهمر بالابرة واشتغل الغرزة رقم 1. داخل نفس الغرزة هشتغل غرزة الحشو رقم 2. هعلم اول غرزة حشو بدأت بيها عشان ابقى عارفة بداية الراوند من نهايته، فدي هنا الغرزة التانية، دي هنا الغرزة الاولى هعلمها. خلاص خلصت الغرزة دي هبدأ انقل على حرف الفي اللي بعده وهشتغل الغرزة رقم 3 والغرزة رقم 4. بعد الغرز طول ما انا بشتغل، او ممكن انت برضو في كل حرف فيه تقولي 1 2 1 2 مفيش مشكلة، او ممكن انت تعملي زي كده 1 2 وبعدين 3 4. هنا في الغرزة اللي بعدها هشتغل 5 6، اللي بعدها 7 و8، اللي بعدها 9 و10، اللي بعدها والاخيرة. خلاص دي هنا اخر غرزة عندي في نهاية الراوند، ودي هنا اول غرزة بدأت بيها، فانا خلاص دي الغرزة الاخيرة. هشتغل 11 و12. انا كده ماشية بشكل صحيح، عدد الغرز عندي مظبوط والاعداد صحيحة. الراوند اللي بعده هيزيدوا 6، فال12 دول هيبقوا 18، نفس تسلسل كروشيه الدائره اللي اتعلمناه في العواميد. وزي ما احنا ملاحظين كده احنا بنشتغل في حلقات متصله، مش بنرتفع بسلسله ومش بنقفل بمنزلقه، بنشتغل في حلقات متصله وضروري بنستخدم علامه الغرز. راوند رقم 3 زي ما وضحت عدد الغرز هيبقى 18 والتزايد هيبقى في الغرزة التانية بس. فهنا دي أول غرزة عندي في بداية الراوند هشتغل فيها الغرزة رقم 1. الغرزة التانية اللي فيها التزايد فهشتغل فيها الغرزة رقم 2. داخل نفس الغرزة هشتغل الغرزة رقم 3،
فكده عندي 1 2 و3 في الغرزة اللي بعدها. الغرزة اللي بعدها هتبقى واحدة بس، فهشتغل فيها الغرزة رقم 4. اللي بعدها هتبقى تزايد، فهشتغل فيها 5 و6. لو طريقة العد دي هتلخبطك فمفيش مشكلة، خليكي على نفس الطريقة الأولانية، بمعنى إنه هنا الغرزة دي بشتغل فيها غرزة واحدة فبعد كده 1، والغرزة التانية اللي بعدها تزايد فبشتغل فيها 2 3. دي برضو طريقة ممكن تستخدميها، ان انتي بتعدي 1 2 3، 1 في اول غرزة و2 و3 في الغرزة اللي بعدها. فعدي بالطريقة اللي تريحك، مفيش مشكلة، اهم حاجة ان الشغل يبقى صحيح. هنا دي الغرزة اللي بعدها هشتغل 1، الغرزة اللي بعدها 2 ومعاها 3 في نفس الغرزة. خلاص كده انا وقفت العد من 1 ل3، فهبدأ من جديد في الغرزة اللي بعدها 1، الغرزة اللي بعدها 2 3 في نفس الغرزة، الغرزة اللي بعدها 1، الغرزة اللي بعدها والأخيرة. شوفوا نتأكد ان احنا شغلنا صحيح، ان دايما الراوند بينتهي عندنا بالتزايد. فهنا بعد الغرزة رقم 1 2 و3 داخل نفس الغرزة. كده خلاص الراوند خلص عندي، وهنا دي اول غرزة بدأت بيها، ولازم قبل ما انقل على الراوند اللي بعده اتأكد ان عدد الغرز عندي صحيح. فببدأ انه اعد من حرف الفي زي ما اتعلمنا في فيديوهات المبتدئين. فببدأ اعد كده 2 4 6 8 10 12 14 16 18. اوكي، دي هنا الغرزة دي والغرزة اللي فيها العلامة. كده خلاص انا اتأكدت انه الراوند عندي صحيح، فببدأ انقل على الراوند اللي بعده، راوند رقم 4. ال18 هيزيدوا 6 فالعدد هيبقى 24، والتزايد كان في الغرزة التانية، يبقى المرة دي التزايد هيبقى في الغرزة التالتة، اللي بعده هيبقى في الرابعة، اللي بعده في الخامسة، وهكذا. فاحنا بنمشي بنفس تسلسل كروشيه الدائرة اللي اتعلمناه في الدائرة بغرزة العمود. هبدأ هنا دي الغرزة رقم 1. اهم حاجة عندي استخدم علامة الغرز واركز كويس جدا في الاعداد عشان ما اضطرش ان انا اعيد الشغل من الاول. دي هنا الغرزة رقم 1، اللي بعدها الغرزة رقم 2، غرزة واحدة بس، التزايد في التالتة، يعني انا هنا في التالتة هشتغل 3 و4. اوكي، فانا الارقام اللي انا هفضل اشتغل بيها 1 2 3 4، 1 2 3 و4 في نفس الغرزة. فبروح على اللي بعدها 1، اللي بعدها 2، اللي بعدها 3 و4 في نفس الغرزة. هنا خلاص قربت على نهاية الراوند، فاضل عندي اخر 3 غرز. انا كده ماشية بشكل صحيح. دي هنا اول غرزة بدأت بيها، فدي هنا عندي 1 2 3 و4 في نفس الغرزة. دايما هلاقي انه الراوند بينتهي عندي بالتزايد، يبقى انا كده ماشيه بشكل صحيح. وبعد الغرز زي ما وضحت بنعدها من حرف الفي. قبل ما ننقل على راوند جديد لازم تعدي الغرز في الراوند اللي خلصتيه وتتاكدي انه العدد عندك صحيح والتسلسل ماشي بشكل صحيح. انا كده خلصت راوند رقم 4. كده عندي 1 2 3 4. هنا في راوند رقم 4 التزايد عندي في التالتة، يبقى في راوند رقم 5 التزايد هيبقى في الرابعة، وعدد الغرز من 24 هيبقى 30. نبدأ راوند رقم 5. دي هنا اول غرزة في بداية الراوند، 1، اللي بعدها 2، اللي بعدها 3. انا عارفة انه التزايد في الرابعة، فالرابعة هيبقى فيها 4 و5، فهنا 4 و5. خلاص انا كده وقفت عند رقم 5، فبرجع تاني اعيد 1 2 3 4 و5 في نفس الغرزة. قربت على نهاية الراوند، فاضل عندي اخر 4 غرز في نهاية الراوند، 1 2 3 4. فهكمل 1 2 3 4 و5 في الغرزة الأخيرة. تسلسل الأعداد ماشي عندي بشكل صحيح، والراوند بينتهي بالتزايد. وطبعا برضو لما بعد الراوند بعد ما بخلص بتأكد انه العدد عندي صحيح، فيبقى انا كده خلاص اتأكدت ان انا شغلي ماشي بشكل صحيح، وابدأ انقل على الراوند اللي بعده.
راوند رقم 5 التزايد في الرابعة. الراوند اللي بعده اللي هو راوند رقم 6 التزايد هيبقى في الخامسة. عدد الغرز هنا كان 30، ففي التزايد اللي بعده هيزيدوا 6، فالمفروض يبقى عدد الغرز عندي في الراوند اللي بعده 36. فبرضو نفس الخطوات، هنا أول غرزة 1، بعدها 2 3 4، التزايد عندي في الخامسة، يبقى لما أوصل للغرزة الخامسة بعد 5 و6 داخل نفس الغرزة. بس كده، هي دي كل الخطوات والطريقة اللي احنا بنفضل نشتغل بيها. خلصت راوند رقم 6 وتأكدت انه الاعداد والشغل عندي صحيح. طبعا بنصح لو انت لسه بتتدربي ما تزوديش اكتر في الراوندات، وخليكي ماشيه معايا بنفس الخطوات والاعداد اللي في الفيديو لحد ما الكره تكتمل عندك وتتاكدي ان شغلك صحيح. بعد كده ابداي تحدي نفسك وكبري اكتر في الدائره، وصلي الراوند رقم 8 و10 و20 ان شاء الله، حتى راوند رقم 50 مفيش مشكله. اهم حاجه ان انت في الاول تتدربي معايا على اعداد صغيره لحد ما تطبقيها بنجاح. بعد كده ابداي زودي في الراوندات وفي الاعداد زي ما انت عاوزه. في ملحوظة تانية برضو مهمة اوضحها، هي انه زي ما انتم شايفين كده عندي الزوايا او الاماكن اللي فيها التزايد شوية مدية للدائرة شكل سداسي، وكل ما الدائرة هتوسع اكتر كل ما الزوايا دي شوية هتبقى بارزة اكتر. وفي ناس بتفتكر ان في مشكلة عندها في الشغل او في حاجة غلط. لا، ده طبيعي طالما انه عدد الغرز عندك صحيح، وطالما انه الدائرة مستوية مش بتضم او بتلم معاكي، يبقى انت كده شغلك صحيح 100%، مفيش فيه اي مشكلة. وظهور الزوايا ده طبيعي جدا ومش هيأثر قوي معانا في الشكل النهائي، خاصة كمان بعد ما بنبدأ نشتغل الراوندات اللي هي بدون اي تزايد. بس برضو في ناس بتحب انه الشغل بتاعي يبقى بيرفكت قوي، بتحب ان هي تنعم الزوايا دي اكتر. فعشان نعمل ده برضو بنشتغل بنفس الخطوات. مثلا برضو بنبدا ب6 غرز حشو، والراوند اللي بعديه تزايد في كل الغرز. الراوند اللي بعديه بنبدا بقى نعكس، بدل ما بنشتغل غرزه واحده وبعدين تزايد، لا بنشتغل تزايد وبعدين غرزه واحده، تزايد وبعدين غرزه واحده، فبنبدا الراوند بالتزايد. الراوند اللي بعده بنرجع تاني لنفس الخطوات المعتادة وبنبدأ نعد الغرز وبعدين نكمل في التزايد. الراوند اللي بعده نرجع تاني نعكس، بنبدأ في التزايد. فراوند بتبدأيه عادي، والراوند اللي بعده بتبدأيه بالتزايد، وبتبدلي في الراوندات بالطريقة دي، بيخلي الزوايا بتاعة التزايد تظهر بشكل أنعم. ولو حابين أشرح لكم الخطوة دي في فيديو تاني فممكن أبقى أشرحها، بس زي ما قلت لكم هي مش بتأثر قوي على الشكل النهائي للشغل. الخطوة اللي بعدها عشان نحول الطريقة دي لكرة، هنبدأ بقى نشتغل راوندات بدون أي تزايد. عدد الغرز هيفضل ثابت، آخر عدد للتزايد وصلنا عنده هيفضل ثابت. فأنا هنا آخر عدد عندي 36، فهفضل أشتغل مثلا 7 أو 8 راوند لحد ما الدائرة تبدأ إن هي تضم معايا، وعدد الغرز في كل راوند هيفضل ثابت 36 غرزة حشو. فهبدأ أشيل العلامة، هبدأ في أول غرزة في بداية الراوند، دي الغرزة رقم 1، الغرزة اللي بعدها 2. وطبعا انا هنا مش لازم انه اعد الغرز طالما خلاص اتأكدت انه التزايد عندي صحيح وكل الشغل اللي عندي ماشي بشكل صحيح. طالما انا بادئه ومعلمة اول غرزة عندي، فممكن بعد ما اخلص الراوند اعد. ممكن برضو لو انت عاوزة تبقي واثقة من شغلك اكتر تعدي الغرز طول ما انت بتشتغلي. ممكن مثلا تعملي تشيك كل 2 أو 3 راوند، فبراحتك خالص. اهم حاجة انه دايما عدد الغرز يفضل عندك ثابت، مفيش فيه اي زيادة او نقص. اشتغلت 7 راوند بعد ما وقفت التزايد. وطبعا اكيد هيجيلي سؤال، هو على اي اساس بنحدد عدد الراوندات اللي بنشتغلها بعد ما بنوقف التزايد؟ برضو ملهاش قاعدة معين، على حسب التصميم اللي بتعمليه. ممكن مثلا يقولك اشتغلي 6 راوند نفس العدد اللي انت بدأتي بيه في التزايد، تشتغلي نفس العدد بالظبط. ممكن نفس العدد وتزودي عليه كمان راوند او 2 او 3. ملهاش اي قاعدة، على حسب التصميم اللي انت بتعمليه. كمان برضو هنا بالنسبة للتزايد مش لازم ان هو يقولك اشتغلي راوندات التزايد وبعدين اوقفيه واشتغلي بدون. لا، ممكن في باترونات تانية مثلا يقولك اشتغلي راوند تزايد واللي بعديه بدون تزايد، راوند تزايد اللي بعديه بدون اي تزايد، وبعدين اوقفي في التزايد بعد كده مرة واحدة. فهي ملهاش اي قاعدة معينة، كله بيتوقف على حسب التصميم اللي بيتعمل. بس الخطوات اللي احنا بنتعلمها دلوقتي هي الخطوات الاساسية اللي بتتكرر تقريبا في 50 او 60% من شغل الاميجرومي، ان ما كانش كمان يعني 75% من الشغل بيتكرر فيه نفس الخطوات بالظبط. ولو انت اتقنتي الخطوات الاساسية دي هتقدري بسهولة جدا ان انت تفهمي وتطبقي بنجاح اي خطوات تانية تطلب منك في اي تصميم.
الخطوة الأخيرة عشان نقفل الشغل بتاعنا بنشتغل راوندات من التناقص لحد ما عدد الغرز يوصل عندنا الأول عدد بدأنا بيه اللي هو 6 غرز حشو. احنا آخر تزايد وصلنا عنده كان في الغرزة الخامسة، فلما نبدأ تناقص هيبقى التناقص بداية برضو من الغرزة الخامسة، فهنشتغل 1 2 3 4 وفي الغرزة رقم 5 و6 هنشتغل تناقص. لو التزايد اللي احنا وصلنا عنده اخر حاجة كان في الغرزة السادسة، فالتناقص هيبدأ عندنا من الغرزة السادسة وهي هيبقى في الغرزة رقم 6 و7 وهكذا. هبدأ الغرزة رقم 1، طبعا برضو هعلمها 2 3 4، ونخلي بالنا بقى انه التزايد الاخير كان في الغرزة الخامسة، فانا هنا بقى هبدأ من الغرزة الخامسة اشتغل تناقص، وطبعا التناقص بيحتاج غرزتين، يعني انا هشتغل تناقص في الغرزة رقم 5 والغرزة رقم 6. فببدأ اشتغل بطريقة التناقص الخفي، وطبعا برضو اتعلمناها في دروس المبتدئين، هي ان احنا بنشتغل تناقص بغرزة الحشو بالظبط بنفس الخطوات، بس بيبقى في الحلقة الامامية. فدي هنا الغرزة رقم 5، بمر بالابرة بالشكل ده كده من الحلقة الامامية، وباخد معايا كمان الغرزة رقم 6. لازم التناقص طبعا بيبقى في غرزتين، بخليهم غرزة واحدة، واضم ايديا شوية في الشغل وانا بشتغل التناقص عشان ما اسيبش اي فراغات واضحة. ببدأ اكمل التناقص بالخطوات المعتادة، بسحب الخيط وبمر من الحلقتين، بسحب الخيط وبمر من اخر حلقتين على الابرة. انا كده خلاص الغرزة رقم 5 و6 خليتهم بقوا غرزة واحدة بس. بعدين اكمل خلاص انا اشتغلت هنا التناقص، ببدأ اروح على الغرزة اللي بعدها واكرر نفس الخطوات، ابدأ اعد 1 تناقص في 5 و6. الغرزة رقم 5 بمر من الحلقة الأمامية، الغرزة رقم 6 باخدها معايا، أسحب الخيط أطلع من حلقتين، أسحب الخيط وأطلع من حلقتين. أفضل أكرر بقى نفس الخطوات. 1. ميزة التناقص الخفي لما بنمر من الحلقة الأمامية هي إنه بيخلي التناقص يبان بشكل ناعم جدا، ومش بيبان الأماكن اللي فيها تناقص، بعكس لو مرينا أسفل الحلقتين. قربت على نهاية الراوند. دي هنا الغرزة رقم 4، فاضل عندي آخر غرزتين في الراوند هشتغل فيهم تناقص، فدي كده الغرزة رقم 5 والغرزة رقم 6. دايما عشان تتأكدي ان شغلك صحيح هتلاقي ان تسلسل العدد ماشي معاكي بشكل صحيح، واخر غرزتين عندك في الراوند هيبقى اخر غرزتين في التناقص. دايما الراوند هينتهي عندك بالتناقص. طبعا كل راوند من التناقص عدد الغرز برضو بينقص 6، فعدد الغرز كان 36، اشتغلنا هنا تناقص فعدد الغرز بقى 30 غرزة. وبرضو عدي الغرز بتاعتك وركزي على حرف الفي، فالمفروض ان عدد الغرز هنا هيبقى 30 غرزة. هبدأ في راوند التناقص اللي بعده، وهنا التناقص كان في الغرزة 5 و6، هنا التناقص هيبقى في الغرزة رقم 4 و5، اللي بعده هيبقى في الغرزة رقم 3 و4، اللي بعده في الغرزة رقم 2 و3 وهكذا، فبنمشي بالعكس. فهبدأ هنا 1 تناقص في 4 و5، وأكمل 1 تناقص في 4 و5. طبعا مفروض انه في نهاية الراوند ده عدد الغرز عندي يبقى 24 غرزة. هبدأ في الراوند اللي بعده التناقص هيبقى في الغرزة رقم 3 و4، فده كده 1 2 3 4 تناقص، واكرر 1 2 3 4 تناقص. مفروض طبعا عدد الغرز هيوصل ل 18. خلصت راوند وعديت الغرز عندي 18، وهنا بقى لما الاقي انه الفراغ يعني بدأ يضم معايا اكتر، فهبدأ في الحشو. وطبعا ممكن ان انت تحشي بقطن، فمش لازم ان انت في البدايه يعني تشتري فايبر، الا اذا يعني هتبداي بقى تعملي دبدوب او عروسه او حاجه، فممكن انت تشتري لها فايبر، بس في البدايه ممكن ان انت تحشي بالقطن مفيش مشكله. كمان برضو يعني الفايبر كده يعني ما تكبسوش كده مره واحده داخل الشغل، لا حاولي ان انت كده يعني يبقى مرتاح، وتبداي كده تحطي يعني اجزاء كده بسيطه عشان الفايبر يبقى متوزع كويس.
هكمل في التناقص، والتناقص هيبقى فيه الغرزة رقم 2 و3، عدد الغرز هيوصل ل 12. فدي هنا الغرزة رقم 1. لو لقينا انه الفايبر كده خرج معانا مفيش مشكلة، ممكن نظبط الحاجات دي كلها في الاخر خالص بعد ما نخلص، فممكن نشيل اي فايبر ظاهر عندنا مفيش مشكلة. وتناقص في الغرزة رقم 2 والغرزة رقم 3. واكمل. خلي بالي وانا بعمل التناقص لازم ايديا تبقى مشدودة. دي هنا الغرزة اللي بعدها، اوكي، ده حرف الفي للغرزة، فكده دي الغرزة رقم 1 والتناقص في الغرزة رقم 2 والغرزة رقم 3. واضم كده واشد ايديا كويس وانا بشتغل التناقص عشان ما اسيبش اي فراغات واضحة. عدد الغرز وصل عندي ل 12. بركز على حرف الفي، دي هنا اخر غرزة عندي، اوكي. فكده عندي 1 2 3. اركز كمان على الاطراف، 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دي هنا الغرزة اللي فيها العلامة، الغرزة رقم 12 اللي هي أول غرزة في الراوند اللي بعده. نهتم كويس جدا جدا بالأعداد ومراجعة كل راوند قبل ما نبدأ في الراوند اللي بعده. هبدأ أشتغل تناقص في كل الغرز الموجودة عندي. 1 2، برضو أعلم عشان ما تلخبطش، واروح على الغرزة اللي بعدها. نخلي بالنا هنا خلاص في تناقص. دي هنا الغرزة اللي بعدها، واخر غرزتين عندي في نهاية الراوند. كده خلاص الغرز كلها اتقفلت عندي، فاقدر انه اشيل العلامة واقص الخيط وانهي الشغل. وده كده الشكل النهائي للكرة. طبعا لو انت اشتغلتي بنفس الخطوات بس بتشتغلي بخيط مثلا ارفع شوية او سميك اكتر من اللي انا بشتغل بيه، فطبعا حجمها هيختلف. لو الخيط ارفع فحجمها هيبقى اصغر والعكس صحيح. طبعا في سؤال اساسي وملح انتوا بتفكروا فيه طول الفيديو، وانا واثقه ان انتوا هتكتبوه لي في التعليقات. السؤال هو ازاي انا اقدر اعمل لنفسي التصاميم الخاصة بيا، وازاي اقدر اعمل عروسة او دبدوب بالشكل والحجم اللي انا عاوزاه من غير ما اعتمد على الفيديو. الإجابة هي إنه مش لازم أصلا تعملي لنفسك التصاميم الخاصة بيكي. انت كل اللي عليكي إن انت تعملي بس الخطوات الأساسية وتفهميها كويس وتتدربي عليها. ده هيخليكي تقدري تطبقي أي فيديو انت بتشوفيه، والنت مليان آلافات الفيديوهات فيها كل التصاميم اللي انت ممكن تتخيليها، فمش محتاجة إن انت ترهقي نفسك وتعملي تصميم خاص بيكي. مرحلة ان انت تعملي تصاميم وباترونات خاصة بيكي دي مرحلة بونص، مرحلة اضافية بتوصلي لها مع كثرة الشغل والخبرة والتكرار. وحتى لو ما وصلتيش للمرحلة ده مش دليل ان انت مش شاطرة او مش موهوبة في شغلك. لا، الشطارة الحقيقية هي ان انت تطبقي شغلك بشكل صحيح ويطلع بالظبط زي ما بتشوفيه في الفيديو وكمان احلى.